لو في حد في حياتكم بيحاول يستغلكم، يحاول يسيطر عليكم، فمهم قوي تعرفوا الخطوات دي. معاكم الدكتورة هند عزت، أهلا وسهلا بيكم. كيف تمنع أي شخص إنه يستغلك أو يسيطر عليك؟ 7 أساليب أساسية، أساليب مقاومة أي شخص بيحاول يستغلك. ال7 دول حاول إن أنت تطبقهم وتتعلمهم، لأن هما مبنيين على بعض. ولو أنت مش قادر ومش عارف، حاول قدر الإمكان إنك تستخدم أكبر عدد ممكن، وكل ما حاولت أكتر إنك تطبقهم هتلاقي نفسك قادر إنك تقاوم وتوقف الاستغلال وتقلل إحساسك بالعجز والضعف وإحساس الضحية. في حلقة قبل كده إن الشخص المسيطر ده أو اللي بيستغلك ده بيكون شايف فيك نقط ضعف، ونقط الضعف دي هو إنك دايما بتحاول ترضي اللي حواليك، ومتعشم ومنتظر من اللي حواليك الحب والاستحسان وإن هم يشكروا فيك، مستني منهم إن هم يكونوا مبسوطين منك. فبالتالي بتبقى نقطة ضعف عليك، بتبقى محسوسة قوي من الشخص المستغل ده، فبيخش بقى معاك في استغلال وفي إن هو يديك الحاجة اللي أنت عايزها في الأول، وبعد كده يسحب منك ويحرمك من المشاعر اللي انت منتظرها. فتفضل في حالة من الانتظار، تديله وهو في الآخر يحاول انه يهددك ويضغط عليك اكتر، ويتحول ده عندك لسلوك ادماني، سلوك قهري، انك عندك عادة انك عايز تدي فقط للي حواليك ومتجاهل احتياجاتك، متجاهل انت عايز ايه، كل ده على حساب نفسك. طبعا علشان انت اتعودت على الطريقة دي والاسلوب ده مع الناس، انك ترضي الناس باستمرار، فكون ان انت تتعود على أساليب المقاومة وتتعود على الرفض وتقول كلمة لأ، بتبقى صعبة عليك في الأول. فالأسلوب الأول اللي لازم تتعلمه هو هنبدأ بالتدريج، إنك تماطل علشان تكسب الوقت. يعني انت لو متعود تقول للناس حاضر ونعم وبسرعة تنفذ لهم الأوامر اللي هم عايزينها منك، ففي الحالة دي انت محتاج تدي لنفسك وقت. هتقول لهم مثلا معلش أنا محتاج وقت شوية، الموضوع عايز تفكير، أنا مش مستعد دلوقتي، يعني الموضوع محتاج إن أنا أخد شوية وقت. هتتدرب على الجمل دي قدام المراية، وهتقولها بكل بساطة وأريحية، وتقولها بلطف، وتقولها في صيغة جملة خبرية. اوعى تاخدها على ان هي طلب، يعني ما تقولهاش للي قدامك في صيغة ان انت بتطلب منه انه يديك وقت، لا، انت تقولها اخبار للي قدامك، انا عايز وقت علشان افكر في الموضوع، خلصت، شكرا. كون ان انت بتدي لنفسك وقت بين الطلب اللي طلبه منك وبين الرد، ده حاجة مفيدة ليك قوي، هتخليك تحس بالسيطرة وانك بتحاول تستعيد التوازن وتفكر في الاختيارات والحلول المتاحة. وكمان بتدي فكرة وانطباع للشخص اللي قدامك ان انت من حقك تختار وتقرر، مش هو اللي يقرر. فكسر النمط ده في التفكير مهم قوي علشان تقدر تحس بالسيطرة وتمنع اي حد انه يسيطر عليك. طبيعي انك تحس بالقلق والخوف من اللي قدامك، وتحس انك ممكن اللي قدامك ده يضايقك بالكلام، يضغط عليك، يبقى فيه غضب منه اكتر ويزود موجة الغضب اكتر عليك. في الحالة دي انتبه وخليك على موقفك، لان كون ان انت تستخدم الموقف ده وطريقتك في الرد هتخليك تغير من طريقة تفكيرك، ومشاعرك هتتغير. خلي بالك انت بتغير حاجات في نمطك بقالها سنين طويلة متأصلة فيك، بتحاول تقتلع جذورها، فطبيعي جدا انك تحس بالتوتر والقلق. الخطوة التانية إنك تستخدم أسلوب الاسطوانة المشروخة، يعني حد طلب منك حاجة وإنت مش عايز تلبي الحاجة دي، مش عايز تعملها. في الحالة دي هتتعامل معاه عادي وتخبره وتقوله إن موقفك إن إنت رافض ومش عايز تعمل الحاجة دي، بدون ما تستخدم مبررات أو إنك تشرح. أنت مش في وضع مناقشة، وهو هيحاول يسيطر عليك ويضطرك ويضغط عليك أكتر إن أنت تبرر علشان تبقى في موقف دفاعي. وهنا الفخ بقى، اوعى تخليه يحطك في موقف دفاعي. كل ما يحاول يضغط عليك أكتر تكرر وتعيد نفس جملة الرفض بتاعك، لا يا أنا معلش أنا مش هقدر، معلش لا مش هقدر. وتحاول إنك وأنت بتتكلم معاه تبصله وتشوف تعبيرات وشه، وتحاول ان انت تسايره في الكلام وتنصت كويس قوي، وفي الاخر بعد ما تسمع وتتجاوب معاه تقوله معلش انا مش هقدر، بدون ما تبرر اي حاجة. تعالوا ناخد مثال، واحد زميلك في الشغل بيقولك انا مش جاي بكرة الشغل وانت امضيلي وخليك مكاني. هنا الشخص ده بيحاول ان هو يسيطر عليك ويحطك في وضع وانت لسه مقررتش. يبقى الاجابة بتاعتك لو انت فعلا ما تدربش على التمارين اللي احنا قلناها، هترد تقوله من احراجك طيب ماشي. لكن هنا بقى أسلوب المقاومة، أول حاجة هتقوله طيب اديني فرصة أفكر في الموضوع، أو أنا عايز شوية وقت. لو رد وقالك بعصبية وقت إيه، أنا عايز أغيب بكرة، فيها إيه يعني لما تمضي مكاني؟ هنا بيحاول يجرجرك لأسلوب التبرير وإن أنت تشرح وتناقش. في الحالة دي هتقوله معلش أنا محتاج شوية وقت، أنا عارف إن أنت متوتر وقلقان، بس أنا معلش أنا محتاج إن أنا أفكر. يحاول يضغط عليك ويحطك في موقف تبرير ومناقشة. هتضطر انك برضك تعترف بمشاعره وتحس بيها، انا عارف انك قلقان ومتضايق، بس انا عايزه اشوف دنيتي ايه. قرر نفس الجمله اللي انت قلتها في الاول، محتاجه افكر مع نفسي شويه هينفع ولا لا.
النهاية ما تخلّيش أي حد يسيطر عليك، حاول تتدرّب قدر الإمكان مع أصدقائك، مع حد تكون تثق فيه، تكتب، تحاول تحفظ كام جملة كده وتتدرّب قدّام المراية. في الحلقات القادمة هناخد تكملة الجزء بإزاي بأساليبك تمنع أي حد يسيطر عليك أو يستغلك. شكرًا ليكم، أتمنى إن الحلقة تعجبكم وتشتركوا في القناة وما تنسوش اللايك.